ليه بنذاكر ساعات طويلة وفي الآخر نحس إن النتيجة مش مرضية؟ في حاجات بسيطة بنغفل عنها وهي اللي بتكون السبب. النهاردة هنتكلم عن أخطاء اللي كلنا بنقع فيها، فيلا بينا نبدأ. واحد من أكبر الأخطاء اللي ممكن تقع فيها كطالب هو تأجيل المذاكرة لحد آخر لحظة. الفكرة هنا إنك ممكن تفكر إن عندك وقت كافي، لكن مع مرور الوقت كل حاجة بتبدأ تتراكم، سواء وجبات أو محاضرات أو حتى مواضيع كاملة في المنهج. التأجيل بيجي من الشعور إن الموضوع بسيط وإنك ممكن تلحقه في أي وقت، لكن لما بيجي وقت الامتحانات هتلاقي نفسك قدام جبل ضخم من المعلومات اللي مش هتعرف تبدأ منين فيها. النتيجة هي إنك بتشعر بالتوتر والإحباط، وده بيسبب لك ضغط نفسي ضخم جدا، ولما المعلومات تتراكم بيكون صعب تستوعبها مرة واحدة. العقل بيحتاج انه يستوعب بالتدريج زي ما جسمك بيحتاج للتدريب المستمر علشان يكون قوي. لما تذاكر تحت ضغط كبير في وقت قصير بتفقد التركيز والمعلومة مش بتثبت بسهولة. والحل علشان تتفادى المشكلة دي لازم تحط خطة يومية او اسبوعية واضحة. قسم الدروس على مدار الايام اللي قدامك، مثلا بدل ما تحاول تذاكر موضوع كامل في يوم واحد قسمه لاجزاء صغيرة وذاكر كل جزء بشكل مركز. خلي عندك جدول يومي بتحدد فيه المهام الصغيرة دي، كده مش هتلاقي نفسك في موقف التراكم ده ابدا. مشكلة تراكم الدروس مرتبطة بشدة بعدم تنظيم الوقت. لو اليوم بيعدي عليك بدون خطة أو تنظيم هتلاقي نفسك في النهاية مش قادر تلحق كل المهام اللي وراك، وممكن تحس إنك مشغول طول الوقت، لكن في الحقيقة إن جزء كبير من وقتك ممكن يكون بيضيع على حاجات مش مهمة زي تصفح السوشيال ميديا أو مشاهدة فيديوهات ملهاش أي لازمة مش هتفيدك. تنظيم الوقت مش بس معناه إنك تكتب جدول، لكن كمان معناه إنك تلتزم بيه وتوزع المهام حسب أولوياتك. أول حاجة لازم تعملها هي إنك تحدد وقت معين كل مادة أو كل مهمة في يومها. خليك واقعي في توزيع وقتك، مش لازم تذاكر 6 ساعات متواصلين، الأهم إنك تذاكر بتركيز عالي لفترات قصيرة ومحددة. كمان خلي جدولك مرن علشان تقدر تعدل فيه لو حصلت أي ظروف من غير متوقعة. كمان استخدام أدوات تساعدك على تنظيم الوقت زي التطبيقات اللي بتسجل المهام اليومية وتديك تنبيهات. في تطبيقات زي التودو والتودو ليست بتساعدك في تنظيم يومك وتتأكد إنك مش بتضيع وقت في حاجات غير مهمة. البيئة اللي بتذاكر فيها ليها تأثير ضخم جدا على مستواك وتركيزك. تخيل انك قاعد في مكان مليان ضوضاء او في ناس بتتكلم حواليك او قدامك تلفزيون شغال، اكيد في الحالة دي هتلاقي تركيزك بيتشتت بشكل سريع جدا. كل ما حاولت تركز هتلاقي ان عقلك بيتنقل ما بين الاصوات اللي حواليك وما بين المذاكرة، وده بيقلل من استيعابك للمعلومة وتركيزك. كمان بعض الطلاب بيذاكروا في اماكن غير مخصصة للمذاكرة زي السرير، وده بيبعت اشارات للعقل ان ده مكان للراحة مش مذاكرة، وبالتالي بتلاقي نفسك في حالة خمول مش قادر تركز على اللي بتعمله. علشان تتفادى المشكلة دي لازم تختار مكان مريح وهادي للمذاكرة. حاول تخصص مكتب او ركن معين في البيت يكون بعيد عن اي مصادر تشتت، ولو مش قادر تتحكم في مصادر الضوضاء ممكن تستخدم سماعات عزل للصوت. كمان دايما اتأكد ان مكان المذاكرة منظم ومرتب، لان الفوضى اللي حواليك بتأثر على حالتك الذهنية. ناس كتير بتفكر انهم لو قعدوا يذاكروا لفترات طويلة من غير اي توقف ده هيزود انتاجيتهم، لكن الواقع بيقول العكس تماما. دماغك زي اي عضلة في جسمك بيحتاج وقت يرتاح فيه علشان يقدر يستوعب المعلومة بشكل افضل، ولما بتركز لفترة طويلة بدون توقف بتلاقي ان تركيزك بدأ يقل تدريجيا، وبتحس انك بتقعد وقت طويل لكن من غير اي نتائج فعالة. فترات الراحة القصيرة خلال المذاكرة مش مجرد رفاهية، دي ضرورة عشان تحافظ على كفاءة عقلك. تقنية زي البومودورو ممكن تكون مفيدة جدا، وهي انك تذاكر لفترة معينة من 25 دقيقة ل 50 دقيقة وبعدها تاخد راحة قصيرة لمدة 5 أو 10 دقايق، لكن في الراحة دي ما تعملش اي حاجة فيها تركيز. الفكرة هنا ان عقلك بيحتاج فترة يستعيد فيها طاقة علشان لما ترجع تذاكر تاني تكون في اعلى مستويات تركيزك. اخر نقطة واللي بعتبرها واحدة من اخطر الاخطاء اللي بيقع فيها معظم الطلاب، وهي السهر المتواصل وعدم الحصول على النوم كافي. كلنا عارفين ان الجسم والعقل بيحتاجوا الراحة علشان يقدروا يشتغلوا بكفاءة، لكن بعض الطلاب بيلجأوا للسهر لفترات طويلة في محاولة انهاء المهام اللي متأخر عليهم، وده بيأثر بشكل مباشر على صحة عقولهم وجسدهم. لما بتسهر كتير بيقل تركيزك وبالطبع بيقل استيعابك، يعني حتى لو قعدت تذاكر طول الليل مش هتقدر تستفاد من المذاكرة بنفس كفاءة الشخص اللي يكون نام كويس وصاحي بدري. الدماغ بيحتاج من 7 ل 8 ساعات نوم يوميا علشان يقدر يستعيد طاقته ويستعد لليوم الجديد. حاول تبني روتين ثابت للنوم وابدأ يومك بدري، واستغل فترة الصباح لانك بتكون في اعلى مستويات النشاط والتركيز في الوقت ده. النوم مش مضيعة للوقت، بالعكس هو اللي بيساعدك على المذاكرة بفعالية اكتر.
وفي النهاية دي كانت الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها كتير من الطلاب، ولو قدرت تتجنبها هتلاحظ فرق كبير في مستواك الدراسي وتركيزك. دايما افتكر ان النجاح مش مجرد مذاكرة كتيرة، لكن المذاكرة بذكاء وتنظيم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه مع اصحابك اللي ممكن يستفيدوا منه، وتدعمنا بلايك وسبسكرايب.